السلام عليكم، أهلا بكم أعزائي المشاهدين في لقاء جديد. أحمد فتوح صراع أهلاوي زملكاوي جديد، ولاعب الأبيض يفرض شروطه. بات أحمد فتوح ظهير أيسر فريق الزمالك أحدث صراع الصفقات بين القلعة البيضاء والنادي الأهلي في ميركاتو الصيف بعد أزمة المستحقات المالية المتأخرة. نادي الزمالك يرغب في إنهاء ملف تجديد عقد أحمد فتوح وقطع الطريق على مخطط النادي الأهلي في ميركاتو الصيف، فيما يترقب النادي الأهلي فسخ أحمد فتوح عقده مع نادي الزمالك من أجل الحصول على خدماته، لا سيما وأن السويسري مارسيل كولر يرغب في ضمه إلى قائمة القلعة الحمراء. ويسعى النادي الأهلي إلى فتح خطوط اتصال مع أحمد فتوح عبر وكيل أعماله من أجل تدعيم صفوف الفريق الأحمر في ميركاتو الصيف. والسويسري مارسيل كولر يرى أن أحمد فتوح مفيدا فنيا ولاعبا مميزا، ويعتبر أفضل بديل في حالة رحيل التونسي علي معلول. وكولر مدرب النادي الأهلي لديه قناعة بعدم قدرة كريم الدبيس أن يكون بديلا مثاليا للتونسي علي معلول في حالة رحيله، نظرا لعدم خبرات اللاعب الشاب وعدم تقديمه مردودا قويا بعد الدفع به خلال المباريات الأخيرة في المسابقات المحلية. الأهلي له الحق في التفاوض مع فتوح حال رحيله عن الزمالك، وهو من أهم لاعبي مركز الظهير الأيسر بمصر، ويترقب النادي الأهلي مصير أحمد فتوح مع الزمالك. وحال فسخ عقده ورحيله بعد أزمة مستحقاته المالية، سوف يستغل مسؤول القلعة الحمراء أحقية التوقيع من جانب أحمد فتوح لأي ناد بداية من يناير القادم، فيما يسعى نادي الزمالك إلى قطع الطريق على النادي الأهلي، حيث يسابق الأبيض الزمن من أجل تجهيز مستحقات أحمد فتوح المتأخرة على أن يتم سدادها للاعب قبل يوم الأحد القادم. وقرر مسؤول الزمالك الدخول في مفاوضات مكثفة مع أحمد فتوح لإقناعه بالتوقيع وتجديد تعاقده. نادي الزمالك يرغب في الإبقاء على أحمد فتوح باعتباره أحد الركائز الأساسية التي يعتمد عليها الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مدرب الفارس الأبيض عبر تجديد عقد اللاعب في الأيام القادمة. ويسابق نادي الزمالك الزمن من أجل الانتهاء من تجديد عقد أحمد فتوح على أن يكون ذلك خلال جلسة يوم الأحد القادم. ووضع أحمد فتوح ظهير أيسر نادي الزمالك من أجل التجديد لعقده مع القلعة البيضاء 4 شروط على طاولة مسؤول القلعة البيضاء. أحمد فتوح يرغب في الاتفاق على منحه شارة القيادة وزيادة سنوية في العقد، مع وضع بند الاحتراف من أجل تجديد عقده، إلى جانب حصوله على مستحقاته المتأخرة. أتمنى أن ينال هذا الفيديو على إعجابكم. شكرا على حسن مشاهدتكم، وإلى لقاء آخر.